السلام عليكم. اليوم راح تسمع أغرب موقف حصل للفنان توفيق الماخذي. موقف هذا حصل له من إحدى المغتربين. طلب الموقف هذا الصراحة ما يحسدش عليه من قوة الموقف. تمام. طلب منه وسط الحرم. شاهد الأخير بس شاهد. وبعدها بتسمعوا كيف غنى أغنية ما بش مغترب سالي وهو فوق الطيارة على بعد 40,000 متر. يعني ما شاء الله. بس شاهدوا معنا لنهاية الفيديو، خليكم معنا. يا جماعة الخير، حصل توفيق الماخذ اليوم موقف لا يحسد عليه. ايش الموقف يا استاذ توفيق؟ الموقف اليوم وانا في الطواف. طبعا في الطواف وانا بين اطوف حول الكعبة، جالي شخص يعني مفتول العضلات، مسكني في الحرم في صحن الطواف، اخرجني من على الطواف وسلم علي وخرجني. انا قصي مدري ما يشتي، وني يقول لي خرجني غير شويه كذا، وني يقول لي غني. قلت ايش اغني؟ قال غني يا وش مغترب سالي. ما تضحك. قال غني يا وش مغترب سالي. قلت له يا اخي انا في الطواف، انت بتشوفني في الصحن في الحرم لابس الاحرام. قال اسالك بالله بالذي خلقك، سالتك وسط الكعبه انك تغني يا وش مغترب سالي. قلت له يا اخي اسالك بالله بالذي رفع السماء بلا عمد واحنا في وسط الكعبه انك تفلت لي اعتمر وتخليني ادعي الله. قال وانا اسالك بالله انك تغني يا وش مغترب سالي، لانه انا معجب بك وكودي لقيتك. قلت له طيب ما دام قلت سالتني بالله اكمل الطواف والعمره والقاني على الخرجه واحنا نغني. قال انا بنقول لك ما عز القهك. ماسك لي يعني ما قال ما عز القهك كودي لقيتك. قلت يا اخي هذا حرام بنفهم. لو ما جاء واحد يمني فك لي بصميل ولا ما هو تمي. هذا أصعب موقف واجهته في حياتي. آدمي مفتول العضلات، غناء وسط الحرم. وتحياتي لكم، أسأل الله أنه لا يرويكم هذا الأمر. هذا الموقف فعلا موقف لا يحسد عليه. شفتوا على موقف أمانة، موقف يعني يذهلك، يخليك تبس هكذا وانت تفرجه. إنه وسط الحرم يطلب هذا ما جت لها الخرمة الله وسط الحرم ويمسكها بقوة المشكلة ومدري ويش. والله الصراحة انه موقف يعني قوي 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 جدا. انا لو يحصل لي هذا شابط الغني. المهم يا شباب، شوفوا كيف لبى طلبه بطريقة ثانية. لبى طلبه وهو فوق الجو، وهو فوق الطائرة متجه الى اليمن. شاهدوا للأخير، شاهدوا لنهاية الفيديو. والله غناها بصوت رهيب جدا وتفاعل حتى من الحاضرين ما شاء الله. بس شاهدوا لنهاية الفيديو واستمتعوا. ما فيش مغترب سالي يصير اضحك على غيري، بعت الباص والآلي لا تشفيني ابكي لك. ما فيش مغترب سالي يصير اضحك على غيري، بعت الباص والآلي. احنا من فوق الطائرة، احنا والماخذي. يا ويلي ما فيني يكفيني، ويلي ومن ويلك لا تشفيني ابكي لك. ما فيش مغترب سالي يصير اضحك على غيري، بعت الباص والآلي لا تشفيني ابكي لك. هذا المغترب جالي لابس لي ثياب حالي، اما جيبه فاضي لا تشفيني ابكي لك. هذا المغترب جالي لابس لي ثياب حالي، اما جيبه فاضي لا تشفيني ابكي لك. ابن المغترب غابنه فارق بسرته وابنه، مستر يشتري لابنه لا تشكيلي ابكي لك. ما فيش مغترب سالي يصير اضحك على غيري، بعت الباص والآلي لا تشكيلي ابكي لك. عاد واصل داخل وابو يتصل واصل، يا ابني رسل الحاصل لا تشكيلي ابكي لك. عاد طالعي واصل وابو يتصل واصل، حمود رسل الحاصل لا تشكيلي ابكي لك. دفع حكي تأشيره وعاد النقل يشتيله، سريشكا على غيره لا تشكيلي ابكي لك. دفع حكي تأشيره وعاد النقل يشتيله،
سر يشقى على غيره لا تشكي لي يبكينا يا رب اصلح الاحوال انهي الحرب هذا طال اجمع كلمة العقال لا تشكي لي يبكينا اجمع كلمة العقال لا تشكي لي يبكينا. صراحة تحية كبيرة للفنان توفيق الماخذي، والله يعني مبدع جدا، صراحة مبدع جدا، بالذات بأغنيته هذه اللي اشتهرت ما بش مغترب سالي، يعني حكت الواقع، حكت واقع المغتربين ومعاناتهم. لا تنسوا يا شباب الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة بإذن الله. السلام.